السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الاعزاء في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناتكم قناة خبر في الملوخية. نتابع فيها معكم تفاصيل مقتل الأستاذ بوزيان عثمان، وإليكم التفاصيل. ولا تنسوا أن تدعمونا بإعجاب لهذا الفيديو والدعاء له بالرحمة والمغفرة في خانة التعليقات، ونتقدم بواجب العزاء والمواساة إلى أهل الضحية. جريمة غدر وقتل تعرض لها الأستاذ بوزيان عثمان ابن منطقة أولاد صافي بلدية عين مران الشلف، حيث بعد أن صلى بالناس إماما البارحة صلاة العشاء في 3 من أغسطس الجاري لم يعد إلى المنزل، وكان هاتفه خارج الخدمة، ليتم العثور عليه ميتا رحمه الله بمنطقة الحباريش سهل فري من طرف راعي غنم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. هذا وتقوم مصالح الدرك الوطني لولاية الشلف بالتحقيق في جريمة قتل راح ضحيتها الأستاذ بوزيان عثمان ابن منطقة أولاد صافي بلدية عين مران، ليتم العثور عليه ميتا بتاريخ 4 من أغسطس لعام 2025 بمنطقة الحباريش. إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته.